بيبدأ الفيلم بشاب اسمه نيت، وبيكون شاب مرح جدا ومحبوب من كل الناس، ومعروف عنه انه متهور وبيحب المغامرات، وبيكون موجود مع اهله واصحابه في بيتهم اللي في الغابة علشان يحتفلوا سوا بعيد الاستقلال. ونيت بيروح يقضي اليوم على الشط مع اخته كيتي وباقي اصحابهم، وبيكونوا مستمتعين جدا بوقتهم. ولكن لما نيت بيخرج من المية بيبدأ يحس بقشعريرة في جسمه وصداع رهيب في راسه، ولما بيرجع البيت بيقول لأمه كلير ان هو حاسس بتعب شديد، فبتطلب منه امه يروح ياخد حباية اسبرين وهيبقى كويس. وبعدها الأسرة كلها بتقعد تتغدى في الحديقة، ولكن فجأة الدنيا بتمطر، فكل واحد بياخد طبقه وبيدخل البيت. وفي الوقت ده بيكون نيت بيرجع في الحمام، وبتبدأ تحصل له تشنجات غريبة، وبتشوف أخته الصغيرة اللي اسمها أنابيل، فبتنادي على امها بصوت عالي علشان تلحق اخوها. ولما كلير بتشوف ابنها في الحالة دي بتتخطى عليه، فبتحضنه وبتطلب منه يتنفس بالراحة وما يخافش من اي حاجة لانه هيكون كويس. وبتطلب من كيتي تجهز لها العربية بسرعة علشان ينقلوا نيت لأقرب مستشفى. وفي المستشفى بتنصدم لما الدكتور بيقول لها ان نيت عنده ورم في المخ ومحتاج ان هو يعمل شوية فحوصات تانية علشان يطمنوا عليه. ولكن كلير بترفض ان هي تكمل علاج ابنها في المستشفى دي، وبتطلب من الريسبشن يجهزوا لها طيارة هليكوبتر علشان ينقلوا فيها نيت لمستشفى في مدينة نشافيل. وفعلا المستشفى بتجهز الهليكوبتر وبيتنقل نيت على هناك، واهله كلهم بيكونوا مرعوبين عليه ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبيوصل والد نيت واللي اسمه دان بعد ما عرف ان ابنه في حالة خطيرة، وبيفضل يراقب ابنه من ورا الازاز وبيلاقيه بيتشنج بطريقة صعبة. وبعدها الدكتور بيقول لهم ان نيت مصاب بالتهاب السحايا، وده نتيجة الجراثيم اللي دخلت جسمه اثناء ما كان بيعوم في البحر، والمرض ده هو اللي سبب له التشنجات. وخطة العلاج حاليا انهم هيحاولوا يقللوا حجم الورم بقدر الامكان، وهيحاولوا يحافظوا على ضغط الدم في المستوى الطبيعي، وهيفضلوا متابعين حالته لمدة 24 ساعة علشان يشوفوا فيه تحسن ولا لا. فكلير بتسأل الدكتور لو ابنها هيكون كويس، فبتقول لها الدكتورة التانية ان ابنها حالته خطيرة جدا وممكن يموت في اي لحظة، ولو عاش في احتمالية كبيرة انه يصاب بإعاقة عقلية ويفقد القدرة على الكلام والسمع، والموضوع ممكن يتطور كمان لشلل. وبعدها داني بيروح يقعد مع كلير لوحدهم، وبيقول لها انهم لازم يفكروا في أسوأ الاحتمالات اللي ممكن تحصل لابنهم علشان ما يتصدموش بعد كده. فكلير بتقوله ان هي مش قادرة تتخيل حتى الموضوع ده، فدان بيلاقيها متوترة جدا فبيسحب كلامه وبيعتذر لها، وبيقول لها ان ممكن تحصل معجزة وابنهم يرجع طبيعي بعد يومين. وبيفضل يفكرها بشقاوة نيت وهو صغير وقد ايه كان ولد جميل وبيحب يعيش تجارب جديدة. فبتعيط كلير وبتقول لجوزها ان هي خايفة جدا، فجوزها بيفضل جنبها علشان يواسيها. وبيعدي 4 سنين وبنعرف ان نيت للأسف اتصاب بشلل رباعي وبقى قاعد على كرسي متحرك طول الوقت. وبيفضل نيت يفتكر كل ذكرياته القديمة لما كان بيقدر يمشي ويتحرك، وبيكون زعلان جدا على نفسه لانه ما بقاش قادر يعمل الحاجات اللي كان بيحب يعملها قبل كده، وبقى محتاج رعاية خاصة طول الوقت لانه حتى ما بقاش قادر يدخل الحمام لوحده. وفي يوم نيت بيستعمل الريموت اللي في الكرسي المتحرك وبيحدف نفسه في البحيرة اللي قدام بيته. فكلير بسرعة بتنادي على جوزها علشان يلحق ابنهم، فدان بيروح يخرجه بسرعة من البحيرة قبل ما يغرق، وبيفضل يحضنه لحد ما بيخلص عياط. وبتكون كلير زعلانة جدا على ابنها ومش عارفة تساعده ازاي لانه حتى رافض يخرج من البيت وبقى عازل نفسه طول الوقت، وحتى اصحابه بتوع زمان ما بقاش يشوفهم. وهنا بتيجي لكلير فكرة وبتقرر انها تجيب لابنها حيوان اليف علشان يكون صديقه. وتاني يوم بتاخد نيت لمركز الحيوانات الاليفة لخدمة البشر اصحاب الاعاقات علشان يختار الحيوان اللي هو عاوزه. والمركز ده بيكون فيه حيوانات متدربة على مساعدة البشر اصحاب الاعاقات، ونيت بيكون متحمس جدا لانه بيحب الحيوانات، وبيشوف في المركز ده عدد كبير من الناس اللي بيكونوا مصابين بإعاقات زيه، وكل واحد فيهم بيختار الحيوان اللي هو عاوزه. وبيلفت نظر نيت قردة اسمها جيجي، وبيعرف من صاحبة المركز ان هم لقوا جيجي في سيرك متنقل وكانت بتتعامل بشكل قاسي هناك، وعلشان كده جيجي بتخاف ان هي تتعامل مع البشر. فنيت بيوعد جيجي ان هو هيعملها احسن معاملة، وكلير بتكون سعيدة جدا لان دي اول مرة تشوف ابنها بيضحك من شهور. وبيوصل نيت ومعاه جيجي للبيت وبياخدها جولة في اوضته وبيوريها القفص اللي هي هتعيش فيه، وبيقول لها ان القفص ده هيكون مفتوح دايما وهو مش هيحبسها ابدا علشان تتحرك في البيت براحتها. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ممرضة علشان تساعد نيت ان هو يستحمى، وبتبدأ الممرضة تساعده، لكن نيت بيصرخ من الألم لان اي حركة بسيطة بتوجع جسمه. وبعدها نيت بيبدأ يرسم ببقه لانه ما بقاش قادر يستعمل ايده بشكل كويس. وتاني يوم بيوصل دكتور العلاج الطبيعي علشان يساعد نيت على استخدام ايديه، وده لانه بيقدر يحرك ايديه بشكل بسيط.
ولكن بيكون نيت بيتألم جدا ومش عاوز يكمل الجلسة. فالدكتور بيفهمه ان الألم ده شيء كويس لان ده معناه ان اعصابه لسه شغالة وفي امل كبير ان حالته تتحسن. ونيت بيكون زعلان ان جيجي لسه ما اخدتش عليه وطول الوقت قاعدة في القفص بتاعها وخايفة تتعامل معاه. وبالليل كلير بتدخل لأوضة ابنها وهو نايم وبتقلبه على الناحية التانية، ولما بتمشي كلير نيت بيفتح عينيه وبيقول لجيجي ان هو اصلا مش نايم لانه ما بيعرفش ينام من ساعة اللي حصل له، لكنه بيتظاهر ان هو نايم علشان ما يقلقش امه اكتر ما هي قلقانه عليه. وبيقول لها كمان ان هو حاسس بيها لانها محبوسه في قفص وهو كمان حاسس انه محبوس في قفص، ولكن الفرق بينهم انها تقدر تتحرك وتخرج من القفص وقت ما تحب، لكن هو عمره ما هيقدر يخرج من القفص اللي هو فيه. وفي اليوم اللي بعده بتوصل كيتي عندهم لان هي عايشه في شقه تانية لوحدها، ولما بتعرف انهم جابوا لنيت قردة بتتعصب جدا لانها بتكون شايفه ان القرود دي مكانها مش في البيت لان مكانها في الطبيعه. فنيت بيقول لها انها ملهاش الحق انها تقرر لانها اصلا مش عايشه معاهم. فكيتي بتقرب من القردة وفجاه القردة بتتعصب وبتحدف الاكل عليها، فكلهم بيفضلوا يضحكوا عليها لانهم حذروها ما تقربش منها. وفي نفس اللحظه الكلب بتاعهم بيهجم على جيجي وبيفضلوا يطاردوا بعض هما الاتنين وبيكسروا كل حاجه موجوده في الشقه. ولما دان بيوصل للبيت بيسال ايه اللي حصل، فبيقولوا له ان جيجي والكلب كانوا بيتخانقوا سوا. فبيتضايق دان وبيقول لمراته انها كانت فكره سيئه لما جابوا قردة لابنهم، فمراته بتقول له انه المفروض يدعمها في قرارها لان القردة دي هي اللي رجعت الابتسامه على وش ابنهم. فبيقول لها دان ان برضه من حقه يرجع البيت بعد الشغل علشان يرتاح، وهو مش عارف يلاقي الراحه وسط حديقه الحيوانات اللي بقوا عايشين فيها. فمراته بتطلب منه يروح يرتاح لانه كده كده مش بيساعدها في اي حاجه ولا حتى بيفكر يصحى الصبح زيها علشان يطمن على ابنهم ويساعده، وهي اللي بتعتني بابنهم طول الليل والنهار. وكلير بتسيبه وبتمشي وهي متعصبه، وبيكون نيت سمعهم وهم بيتخانقوا وبيبدا يحس ان هو بقى عبء كبير على اسرته. وبالليل نيت بيقول لامه ان ابوه معاه حق وانه موافق يتخلصوا من القردة، فامه بتقول له ان هي وابوه كانوا بيتخانقوا خناقه عاديه وما كانش يقصد الكلام اللي قاله. فنيت بيقول لها ان هو بقى عبء كبير عليهم ومش عاوز يشيلهم هم اكتر من كده. فامه بتقول له ان هو ابنها واكتر شخص بتحبه في الدنيا وعمره ما كان عبء عليها. فبيزعق لها نيت وبيطلب منها تسيبه علشان عاوز ينام. وتاني يوم بنشوف دكتور العلاج الطبيعي هو بيساعد نيت علشان يمسك الكورة، ولكن نيت بيقول له انه ايده بتوجعه جدا ومش عارف يحركها كويس. وفي اللحظة دي بتخرج جيجي من القفص بتاعها وبتمسك الكورة وبتحطها في ايد نيت، وبتفضل جيجي حضناها علشان تطمنه انها تكون جنبه. ونيت طبعا بيكون طاير من الفرحة انها اخيرا ما بقتش بتخاف منه وبقت بتحبه. وبالليل نيت بياخد جيجي في حضنه وبيقرا لها قصة، وبتفضل جيجي تلعب مع العيلة، وبنشوف ان كل افراد العيلة بقوا بيحبوها. وكمان جدة نيت قدرت ان هي تروض الكلب بحيث ان هو ما يأذيهاش. وجيجي كمان بقت بتساعد نيت في جلسات العلاج الطبيعي بتاعته، وبتحط له الكرة على الترابيزة وبتفضل تبعدها عنه علشان تجبره ان هو يحرك ايده ويمسكها. ودكتور العلاج الطبيعي بيكون منبهر جدا من اللي بيحصل لان القردة ذكية جدا. وبعد فترة نيت بيروح للمستشفى بعد ما حالة ايده اتطورت بشكل كبير وبقى بيقدر يستخدمهم بشكل طبيعي، ولكن طبعا مش زي الاول. والاطباء بيكونوا منبهرين جدا من التطور اللي حصل له وبيسألوه مين اللي ساعده. فنيت بيقول لهم ان جيجي كان ليها فضل كبير في علاجه، فالاطباء كلهم بيسقفوا له هو وجيجي. وفي يوم عيد ميلاد نيت ابوه بيجيب له موبايل جديد علشان يستعمله لان هو ما استعملش موبايل بقاله 4 سنين. وبياخد نيت صور كتير مع جيجي وبينزلها على الانستجرام. وفي يوم بيروح نيت للسوبر ماركت مع امه وجيجي، وهناك بيقابل بنت اسمها لوري، والبنت دي كان اتعرف عليها من 4 سنين في اخر اجازه قضاها مع عيلته. فلوري بتروح تسلم عليه وبتزعل جدا على حالته وبتقول له ان هي نقلت لمدينه ناشفيل وهتستقر هناك. فنيت بيفرح جدا لان هو اساسا معجب بيها، وبياخدوا ارقام بعض علشان يتواصلوا سوا. وبعدها بتودعه وبتمشي علشان تكمل شغلها. وبيوصل نيت عند ست سخيفه اسمها كلوي وبتقول له ان القرود مش مسموح لهم انهم يدخلوا السوبر ماركت. فكلير بتقول لها ان جيجي من ضمن حيوانات الخدمه وانها موجوده مع ابنها علشان تساعده في تخطي ازمته. فكلوي بتقول لها ان القرود حيوانات شرسه وبتنقل الامراض بسرعه، وبتطلب منها تاخد ابنها وتمشي من السوبر ماركت. فبتتضايق كلير وبتاخد ابنها وبيرجعوا البيت. وبيوصل ضابط عندهم وبيقول لهم ان كلوي قدمت شكوى فيهم، وبيقول لهم ان كلوي رئيسة منظمة حماية الحيوان. وبيقول لهم الضابط ياخدوا بالهم بعد كده وما ياخدوش القردة معاهم لأماكن مغلقة أو لمطار، لأن كلوي ست صعبة جدا وبتاعت مشاكل. وفي اليوم اللي بعده بتطلب كلير من الجدة ان هي تاخد بالها من نيت علشان دان مصمم يسهروا بره النهارده الوقت متأخر، وده لأنهم ما خرجوش مع بعض من زمان. وبعدها لوري بتبعت رسالة لنيت
وبتعرض عليه يجي يخرج معاها ويجيب معاه جيجي. ولما بيتأكد نيت إن جدته ماتت بيتسحب هو وجيجي بره البيت. ولما بيوصل للملهى الليلي بيكون كل اللي موجودين منبهرين بجيجي وبيتصوروا كلهم معاها وبينزلوا صورهم على الانستجرام. ولوري بتقول لنيت إنها فرحانة جدا وإنه موجود معاهم. ولما بتصحى الجدة من النوم بتتصل على كيتي وبتقول لها إن أخوها هرب بره البيت وبتطلب منها تلاقيه بسرعة قبل ما أمه وأبوه يعرفوا. وكيتي بتعرف إن أخوها موجود في الملهى الليلي من الصور اللي نزلت لجيجي على الانستجرام، فبتروح على هناك وبتلاقي أخوها سكران. فكيتي بتاخد نيت وجيجي لبره وبتفضل تزعقله لأن هو خرج لوحده، وبتفهمه إن حالته خطيرة وممكن يتعرض لإصابة أو يقع من على الكرسي ومحدش ساعتها كان هيعرف يساعده. فنيت بيقول لها وهو حزين إنه كان نفسه يقضي يوم حلو زي أيام زمان. فكيتي بتاخده المطعم وبتجيب له أكل وبتفضل تأكله بنفسها وبتعترف له إن جالها وظيفة بره المدينة لكنها مش عاوزة تسيبه لوحده لأن هي هتحس بالذنب وهي بعيدة عنه. فبيقول لها نيت إن هو هيكون سعيد وهو شايفها بتحقق ذاتها، وبيقول لها إن هو كان سامعها وهي قاعدة جنبه في العناية المركزة، ووقتها قالت له إنها مش هتسمح له يموت، والكلمة دي هي اللي خلته يعيش لحد النهاردة. وفي اليوم اللي بعده بيتفاجئوا بفيديوهات منتشرة على الانترنت لجيجي وحد بيشربها كحول، ونيت بيكون ترند رقم 1 على أمريكا. ولما كلير بتعرف بتفضل تزعق لابنها، فكيتي بتقول لها إن نيت ما عملش حاجة غلط وإن هو من حقه يقضي يوم حلو بره البيت زي ما كل الشباب اللي في سنه بيعملوا. والمشكلة هنا إن كليوي بتوصل قدام بيتهم وبتكون جايبة معاها ناس من منظمة حقوق الحيوان وبيعملوا احتجاجات لأنهم شايفين إن أسرة نيت بيسيئوا معاملة جيجي. فكلير بتخرج لهم وبتقول لهم إن اللي هم بيعملوه ده غير قانوني، وبتبدأ تصورهم علشان تقدم الفيديو للشرطة. وفي اللحظة دي بيبدأوا يحدفوا ألوان على بيتهم، فالجدة بتجيب خرطوم مية وبتبدأ ترش عليهم علشان يمشوا من قدام البيت. والمشكلة إن كلوي رفعت عليهم قضية وجلسة الاستماع هتكون بعد يومين. وبعد مرور يومين بيحضر نيت جلسة الاستماع مع كلوي، وكلوي بتقول للقضاة إن القردة جيجي من فصيلة قرود بيتميزوا بأنهم أذكياء جدا واجتماعيين، وما ينفعش إن البشر ياخدوا القرود الصغيرة من أمهاتهم لأنهم بالشكل ده بيحرموا القرود من فرص النمو الطبيعي في البيئة بتاعتهم. ده غير إن القرود بتنقل الأمراض بسرعة للبشر. ولما بيجي دور نيت في الكلام بيعرف القضاة على نفسه وبيقول لهم إنه مصاب بالشلل من قبل ما يدخل الجامعة ب6 أسابيع، وكانت حياته كئيبة جدا طول ال4 سنين اللي فاتوا، لدرجة إنه حاول يأذي نفسه في يوم ولكن أبوه أنقذه قبل ما يموت. ولكن لما دخلت جيجي حياته كل حاجة اتغيرت للأحسن، لأن القردة دي اديته الدافع إن هو يصحى كل يوم علشان يلعب معاها ويخلي باله منها ويجرب حاجات جديدة، وكمان ساعدته إن هو يعرف يحرك إيديه. وبيقول لهم إن جيجي مش مجرد حيوان أليف لكنها جزء من عيلته، ولو وجود جيجي في حياته ضد القانون يبقى في مشكلة كبيرة في القانون بتاعهم. فالقضاة بيقولوا له إن القرود معروف عنهم إنهم أذوا بشر كتير قبل كده، وإنهم عاملين الجلسة دي علشان عاوزين يحافظوا على حياة البشر اللي موجودين في المدينة. فنيت بيقول لهم إن جيجي حيوان للخدمة، بمعنى إنها متدربة علشان تساعد البشر. وبيقول لهم كمان إن محدش خد جيجي من أمها أصلا، والمركز لقاها في سيرك وكانت بتتعامل معاملة سيئة جدا. وبيقول لهم إن الحيوانات المفترسة زي الأسود والنمور غريزتهم هي القتل والأذية، لكن غريزة جيجي الوحيدة هي المساعدة، وإن هي ساعدته في حاجات كتير زي إنها كانت بتقلب له صفحات الكتاب وبتفتح له التليفون، وكمان ساعدته في جلسات علاجه، ولولاها كان زمانه لسه واقف عند نقطة الصفر. وبعد الجلسة للأسف القضاة بيحكموا لصالح كلوي، وده معناه إن جيجي هتتاخد من نيت وهترجع المركز. فنيت بيروح يودع جيجي للمرة الأخيرة وهو منهار من العياط، وبتعدي الأيام وبنشوف إن نيت دخل في حالة اكتئاب ونفسيته بقت أسوأ من الأول لأنهم خدوا منه الحاجة الوحيدة اللي كان عايش علشانها. وكلير بتكون زعلانة جدا على ابنها ومش عارفة تساعده إزاي. وفي يوم الجدة بتدي لكلير ورقة مكتوب فيها إن القرود مسموح بيها في ولاية كارولاينا الشمالية ومسموح للبشر إنهم يربوهم في البيت عادي، وبتطلب منها ما تستسلمش وتحارب لآخر لحظة لحد لما جيجي ترجع لهم تاني. وبعد سنة بنشوفهم بيحتفلوا بعيد الاستقلال في ولاية كارولاينا الشمالية، وده بعد ما دان اشترى لأسرته بيت هناك علشان يعيشوا فيه كلهم. وبتكون جيجي رجعت لنيت وطبعا بيكون سعيد جدا، وكمان نيت بيقرر ان هو يكمل تعليمه ويدخل الجامعة، وبياخد كمان جيجي معاه لأول يوم في الجامعة. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات وقولوا لنا استفدتوا ايه من الفيلم ده.